إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. من خلال هذه الرسالة بالصوت والصورة أريد أن أوجه رسالة إلى كل من السيدين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات. السيدين الوزير المحترمين، منذ عدة سنوات ونحن نناضل ونكشف عن الفساد الذي تعرفه جماعة ملعب. هذه الجماعة المتواجدة بدائرة بلميمة إقليم الرشيدية يترأسها المسمى العول المهدي. لحد الساعة جميع الشكايات الموجهة ضد هذا السيد هذا مازال ما بانش على الساحة ديال العدالة، باستثناء شكاية اللي تقدمت بها واحد المعاقة للجماعة. إذن فلنبدأ. هنا لدي هنا المجلس يتخلى عن متابعة المخالفين من التعمير. المجلس يتخلى عن متابعة المخالفين من التعمير. لماذا؟ المخالفة لدى قيمة. في هذه الرسالة المجلس القروي يتخلى عن متابعة مخالفي التعمير، ولكن لاحظوا ماذا تقول الرسالة. يعني حالتين اثنتين. وبعد تبين بعد إجراء بحث للمصالح المعنية والتحقق من الوثائق الإدارية ورخصة البناء وكذا إلى آخره أن السيد فلان قد سوى وضعيته بنائه وأزال المخالفة. شو هي المخالفة هنا؟ هناك حالتين اثنتين. المخالفة أن هناك السيد بنى 3 طوابق. بالله عليكم واش هاد الطوابق هادو المخالفة ثابتة، وهذه الشهادة ديال رئيس الجامعة القروية يشهد أن المعني بالأمر أزال المخالفة، والمخالفة واضحة هنا في كلتا الحالتين المخالفة. إذا ملي رئيس المجلس القروي النائب ديالو يقر ويشهد بإمضائه هنا أن المخالفة قد تم إزالتها وهي قائمة بذاتها. ها وحدة. نرجع للموضوع ديال المعاقة. هذه المعاقة سلم لها رئيس المجلس القروي العلوي المهدي رخصة البناء، ولدينا هنا ما يفيد التاريخ ديال الرخصة، الرقم ديال الرخصة، ولكن بما أن السيدة مسكينة وهي معاقة وحصل على الإجازة، وبالمناسبة فقد سلمت شكاية لصاحب الجلالة أثناء زيارته لمدينة الفود. دابا السيد هذا ملي ما بغاش يخدم معاه في الانتخابات ولا ما بغاش يمشي معاه في الخطوة ديالو، جاب الجرافة وهدم ليها البناية ديالها، هدم ليها بدون سند قانوني. هذه هي القضية الوحيدة التي تروج أمام المحكمة بالرشيدية. هذه المحكمة بالرشيدية هذه للمرة السادسة على التوالي يرفض العلوي المهدي الحضور. تحضر المعاقة، تتحمل المشاق بالحضور والشهود كيحضروا إلا أنه ما باش يحضر، وبدا كيقول هذه عاوتاني تزور صفقة عمومية. هناك يعني عضوين في المجلس وكلام محاميين للترافع في المحكمة أن هناك تزوير ديال واحد الصفقة عمومية في المآذير هذا التزوير ديال الصفقة العمومية. هناك شكاية انتحار صفة وموضوعة لدى النيابة العامة. هناك شكاية ديال جمعية حقوقية ضد السيد هذا في المآل ديالها. مؤخرا ضمن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات استقبلنا النائب ديال مدير الشؤون الجنائية والعفو واستمعنا مزيان واعطيناه ما يفيد. لحد الساعة مازال ما بان والو. نهار جاء وزير العدل والحريات الرشيدية استقبلنا المدير ديال الديوان ديالو في المحكمة للاستئناف، فقلت له حرفيا يوم استقبل صاحب الجلالة وزير العدل والحريات وقال له بالهضره هذه دير شغلك، وان كان المتصل من القسم الملكي ما طلعت شي واحد. عجبنا الحل. نهار تعتقلوا رجال الصحاح الدوله ومشاو للحبس الزكي والعكاشة عجبنا الحل، ولكن متسم مدير الديوان الله يخليك رئيس جماعه الملعب واش فوق القانون. في البلاصه اخذ الهاتف ديالو قالوا اتصل بوزاره العدل معاه متصل ما نعرف، قالوا الله يخليك اليوم الاثنين غدا الثلاثاء يوم الاربعاء ساكون بالوزاره يكون عندي تقرير مفصل حول هذا العلوي المهدي رئيس جماعه الملعب. الاربعاء اتصل مع مدير الديوان كانت ندوه صحفيه مع وزير العدل والحريات. الخميس اتصل معاه كان على مدير الديوان. الجمعه كاين العيد والسبت والحد، هذا العيد اعاده الله عينه وعلى صاحب الجلاله بينه البركه ان شاء الله. اليوم الاثنين اتصل بمدير الديوان قالوا لي مع الوزير، ولكن في نفس اليوم مدير الديوان هو اللي هضر معي انا، قال لي بان الامور غاديه مزيان. فوقاش غاديه مزيان ما نعرف.
هذه رسالة ديال وزير الداخلية توصل بها الشكاية ديالنا وأحالها على مدير الشؤون الجنائية والعفو. غير البارحة عفوا توصلت برسالة من المدير من المفتش العام ديال وزارة العدل، قال لي بأنه باش عجبني أنا، قال لي وبعد إعطائها العناية الكافية ودراستها دراسة متأنية تقرر إحالتها على مدير الشؤون الجنائية. اتصلت أنا مع مدير الشؤون الجنائية والعفو، قالوا لي بأنه أعطينا معلومات، أعطيهم المعلومات، لازلت أنتظر المآل ديال هذه الشكاية هذه. نزيدوا ندخلوا عاوتاني في التفاصيل ديال هذه الخرافات اللي كاينين. هذه قضية نصب واحتيال. هذا رئيس جماعة ديال الملعب توجه إلى مراكش ونصب على سيدة مشى مع أخوه واحد نسيبه، نصبوا عليها وداو لها ما يزيد على 24 مليون ديال الساعة وما خلصوهاش، وعطاوها 2 شيكات خاويين، هاو هما خاويين. هنا هذه السيدة دفعت شكاية الوكيل العام المالك وكيل من 2008 وصافت له تذكير من 2009، ولحد الساعة لا زالت السيدة بمراكش. ودرنا شكاية ودرنا شكاية درنا فيها الهاتف ديال المعني بالارض المتضرره، شكون اللي اتصل بها؟ هذه راه كتنكر كتقول وكوكا عباد الله مشى لها حقها. هنا هذه هي ما تكون تفرجي ليا وانا مار بشارع الامير مولاي شارع مولاي الشريف، بانت لي القهوه اللي كيسيرها البرلماني فيها شي بنايه جديده. اتصلت برئيس مجلس البلدي قلت واش كاين في هذه البنايه؟ قال لي سي بو عرفه انه يبني بدون رخصه. تخيلوا رئيس مجلس القروي النائب الاول النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي وبرلماني الحزب العمالي يبني بلا رخصه. قال لي سي بو عرفه راه القرار ديال الهدم راه كاين. لقد لي اتصلت مع مصلحه ديال التقنيه قالت لي سي بو عرفه فعلا الشيء اللي قال لك الرئيس راه كاين وهناك قرار ديال الهدم سلم له عليه. هذا ما بغاش يلتزم. هذا عاوتاني واحد المقال سميناه اللهم يا ذا المنكر. هناك قاعه مخططه بالحجم كتبنى وفيها مغشوشه اكثر من 3 سنين وهي مبنيه. ملي تبينت مع السيد الباشا باش يعطيني التفاصيل قال السي بعرفه انا حديث العهد بالحجم، ما عندي ما نقول لك انا. شوف رئيس مجلس البلديه اكد لرئيس مجلس البلديه ان البنايه بامر من السلطه المحليه والوزاره الشباب والرياضه يتم الترميم ديالها والاصلاح ديالها. شكون هو الله يخليك المقاول اللي بنى الشيء هذا؟ قال لي شوف مع رئيس الجهه. اتصلت شخصيا بالسيد شفاعته قال لي راه العلوي المهدي بنى قاعه مختصه بالملايين كتسوى ودا الفلوس وبغاها تريب على رؤوس المواطنين. قدمت شكايه انا شخصيا كحقوقي للسيد وكيل العام الملك، عضواني في المجلس القروي قدموا حتى هما اسبوع مورايا نفس الشكايه. ينتظر السيد وكيل العام الملك في الرشيديه 7 شهور باش يصيفط لي الاجابه ويقول لي الله يخليك راه مشات الاختصاص الفاس. الى القضايا كيف بحال هذا كيبقاو 6 شهور، فما بالك بقضايا ديال الارامل والايتام اللي ما عندهمش اللي يغوت عليهم. هذه عاوتاني صيفطناها لهم. هذه صيفطها السي عبد الله حمود هو اللي جاوب لي على الشكايه فاش قلت له بانه وضع الله ما بغاش يحضر. وهذا السيد وزير الشباني وزير العلاقات المكافحه مع البرلمان والشباب المدني صيفط لي واحد الجواب على الرساله ديالي احال الملفين ديال الفساد لوزير الحريه سميتو فوقاش التاريخ هذا لو 31 ديسمبر 2012. دابا حنا 2012 دابا حنا تقريبا غادي يفوت 2012 مازال ما درنا والو. وخلاصة القول أمامكم السيدين الوزير المحترمين وزير الداخلية ووزير الحريات تقارير ديال المجلس الجهوي الحسابات ديال فاس من 58 صفحة. هذا التقرير السيدين الوزير المحترمين يتكون من 58 صفحة كلها اختلاسات واختلاسات واختلاسات. هذا دار فضيحة. هذا أنا أعتقد كحقوقي المكانة ديال هذا السيد هذا ماشي في البرلمان، هذا الزكي، هذا خصو يكون في الزكي ولا في عكاشة. إننا ننتظر ونلح ونحن كحقوقيين كنخدموا وكنشتغلوا وكنلبيو النداء ديال سيدنا نصره الله السنة الماضية ملي مشى للدول ديال الخليج نظرا لأن بغى ينمي البلاد، بغى يجيب مستثمرين وفعلا جاب سيدنا المستثمرين جاو ناس يخدموا البلاد هنا، جاب الملايير اللي جاب هذه البلاد هذه. ولكن في الوقت فاش سيدنا كيمشي باش يجيب كالقول على وقرانو كينهبوا كيعتقد أنه كل من يسبح ضد التيار يجب أن يحاسب ويحكم بتهمة الخيانة العظمى. إذن معالي وزير العدل خاصة والحريات أريد أن أعرف كما قلت لكم في رسالتي إن أنتم وحزبكم انخرطتم في محاربة الفساد فإننا كحقوقيون وجمعويون وسياسيون نقول لكم السيد الوزير المفسد راه لهيه باش تبقوا على القانون. وإذا ما عندكمش القدرة والكفاءة ولا أعتقد ذلك في المحاربة تقولها لنا أنا مستعد الوراق ديال الهوية ديالي نسلمها للدولة ونمشي نقلب على شي هوية أخرى وشي مكان آخر. ولكن لا أعتقد أننا سنوصل إلى هذا المستوى. علاش؟ لأن ملي مشاو دابا الناس اللي حبس صحاح وباقيين هاد الناس هادو أنا ما بغيتش نفهم أنا واش رئيس الجامعة القروية اللي عنده المستوى ديال الباك ناقص 16
حنا كنقول ديك الساعه الباك زائد 4 زائد 2، هذا راه عنده باك موان 16، نديروا الحساب وقيل عنده الرابعه ولا الخامسه ورئيس جماعه وما بغيتش نفهم انا. اذا الله يرضي عليكم حتى لا اطيل عليكما السيدين الوزير المحترمين، السيد وزير الداخليه سي محمد العنصر المحترم، والسيد وزير العدل والحريات سي مصطفى الرمي، ونفكرك وبدا السير من واحد القضيه. انا باقي كنعقل وعندي التصويره ديالك لما كنت تتشابك مع رجال الامن فاش منعوك تدخل لواحد التظاهره، كنت مناضل صحيح وكنعتقد انك مناضل ياك، ولكن باش تبين النضال ديك الله يرضي عليك الا هذا الملف ما عندكش، راه مدير ديوانك في راسو، راه مدير الشؤون الجنائيه في راسو، راه حتى اليوم صيفط لهم فاكس. اذا الله يرضي عليكم طهروا هذا البلد من هاد المفسدين هادو، طهروا بهذا الفساد هذا باش تكون النيه ديالنا خالصه وكل اجتهاد ديالنا، وحتى حنا تكون عندنا واحد الرغبه في الاستحقاقات المقبله اننا نتقدموا الانتخابات مثلا نملوا بلادنا. ولكن اذا شفنا بانه وسائل الردع ما كايناش، يعني ان هناك ما كانش اراده، اذا غادي نسحبوا ونمشيو بحالنا. مره اخرى لا اعتقد انني اطلت عليكم وعلى القراء الكرام. معالي الوزير الداخليه ووزير العدل والحريات، ارجوكم باسم الساكنات نقول ميمو خاصه سائله من اللعب، راه كلاو العصا بزاف، وراه سيدنا ملي كنشوفوا سيدنا كيمشي لطنجه واليوم فوق الميمو غدا في الناظور وفي الدريده، يعني سي ان روا كي ترافاي سون رولاش. دونك il faut que les ministres fassent de même. حنا بغينا نشتغلوا، وإلا كاين اللي غادي يعرقل المسيره اذا راه ضد السياسه ديال صاحب الجلاله، وهذا اللي ضد السياسه ديال صاحب الجلاله ما عندنا ما نديرو به. وتحياتي واحتراماتي الاستاذ الحسن بوعرفه، فاعل جمعوي حقوقي وسياسي. جو سوي اما 36 année دو سيرفيس في التربيه والتكوين وافتخر بذلك، وبقنا واحد 4 سنين ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير. اذا الله يرضي عليكم اننا ننتظر المآل والمصير ديال الشكايه ضد العلوي المهدي رئيس جماعه ملعب، النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي والنائب البرلماني عن الحزب العمالي اقليم الرشيديه. مره اخرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.